اخواتي الكريمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم بعد التوقف الدولي اللي انا ما بحبوش. عوده معشول جماهير نادي الزمالك مره ثانيه مذاعه على اون تايم سبورت. بتتكلم عن ايه؟ بتكلم عن مباراه الزمالك وديكي داها الصومالي. الزمالك عنده مباراه مهمه جدا في افتتاح الكونفدراليه الافريقيه في الدور ال 32 بمقابله ديكي داها الصومالي. المباراه زي ما كلمتك في البدايه مذاعه على قناه اون تايم سبورت. بص يا سيدي، الزمالك اعلن قائمه وكلمتك الاول قبل ما اكلمك في القائمه ان الزمالك اتفق مع فريق ديكيدا الصومالي على لعب المباراتين في القاهره. المباراه الاولى تخص الفريق الصومالي والمباراه الثانيه تخص نادي الزمالك. وطبعا مش هكلمك عن اهميه الفوز انك تيجي على الطريق الصحيح وانك بتتكلم في الكونفدراليه اللي تقدر تكسب منها فلوس فتسد عليها الفلوس اللي عليك وقصه طويله عريضه. انت طبعا اكيد فهمت وحوارات الزمالك في اهميه القصه، مش محتاج واحد زيي، لكن طبعا احنا بنحب نكمل بعض ونتكلم مع بعض شويه. فالزمالك لازم يكسب بكره، وزي ما كلمتك ان المباراه بتاعت ديكي ده فطبيعه الحال لازم يخش فيك اجوان، تحاول تجيب جول واثنين وثلاثه وتحاول تجرب لعيبه زي باون اوشيج اللي الزمالك حاطه في القائمه. بتفرج على قائمه الزمالك اللي اعلنها المباراه دي كده، لقيت لاعب غريب قوي مكتوب في القائمه. هو ده مين ده يا جدعان؟ انا نسيته. محمود جهاد في قائمه نادي الزمالك. هتقول لي محمود الجهاد؟ انت فاكره اهو، فاكر الاسم يعني، تحس الاسم يعني سمعت قبل كده. محمود جهاد لاعب فاركو اللي انتقل لنادي الزمالك، لعب ماتشين اتنين وبعد كده انصاب. الزمالك وعوده حميده لمحمود جهاد. الزمالك برجوع محمود جهاد واحمد ربيع كسب لاعبين محترمين في خط الوسط. الزمالك اعلن القائمه، موجود باون اوشنج وعوده محمود جهاد. غيابات نادي الزمالك غيابات مهمه جدا وتقلقني ليه؟ لان عندك لاعب زي عبد الله السعيد، محمود بن تايك، وليد دباغ، ناصر منسي، ادم كايد، محمد شحاته، دونجا، دول غايبين للاصابه. حلو. بص يا سيدي، التشكيل اللي الزمالك هيلعب بيه بكره قدام دي كده اتوقع يعني فيرا هيبدا بتشكيل كالاتي: عمر جابر في الباك اليمين، او اسف خلينا نتكلم من حراسه المرمى، هيلعب بالصبح في حراسه المرمى، على اليمين عمر جابر، على الشمال فتوح، قدامهم حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، دول ثابتين. قدامهم الراجل اللي اثبت تواجده وهو احمد ربيع في المباراه الاخيره قدام غزل المحل. على يمينه او في نص ملعب جنب المركز 8 اكيد هيتم الدفع باحمد حمدي، واكيد طبعا قدامهم ناصر ماهر. على يمين شيكوبانزا اللي هيجي على التشكيل الاساسي من وجهه نظري، واخوان الفينا بيزاري اللاعب البرازيلي. قدامهم واحد من اللاعبين دول يا سيف الدين الجزيري يا عمرو ناصر. تعالى تقول لي طب انت قول رايك ايه في التشكيل؟ اقول لك لا، وارجع اقول لك لا. ليه؟ لان انا ليا تفكير هفضل اقوله كل مره. انا مش مقتنع بشيكوبانزا كجناح. تشكيلتي على حسب الامكانيات الموجوده كحراسه المرمى: صبحي، عمر جابر باك يمين، محمود احمد فتوح اللي بنتاك مصاب، على اليمين حسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل، قدامهم احمد ربيع طبعا واحمد حمدي ثابتين. قدامهم يلعب بمين يا اونز؟ اقول لك بص يا سيدي، بالنسبه لي يطلع ناصر ماهر بره التشكيل ويلعب باحمد شريف، والناحيه الثانيه اخوان الفينا جنبهم عمرو ناصر وقدامهم عمرو ناصر وشيكوبانزا. العب بشيكوبانزا مهاجم. كده هستفيد من خبرات احمد حمدي الراجل المهاري اللي بيعرف يدور الكوره، واحمد شريف يكون قريب منه، وادي مساحه يعني لشيكوبانزا انه يوريني امكانياته. ليه بقول كده؟ لان الراجل لو ما نجحش في القصه دي فيمشي. انا بقول لك سكه ودغري يمشي، مش هيبقى مناسب على قماشه الزمالك من الاخر. فبالنسبه لي لازم اجرب شيكوبانزا في مركز جديد غير مركزه. وانا بقول لك بالنسبه لي يلعب في مركز 9.5 او يلعب فيه كمهاجم تاني بالنسبه لي، لان خطوط الراجل ده بتبان في منطقه 18. ده بالنسبه لي. ممكن رايك عكس كده، ممكن تكون شايف لاعب صوره، لكن بالنسبه لي شيكوبانزا ما اداش الاداء اللي يخليني ابقى زعلان حتى لو مش مبقاش عنده 1% لو ما اداش في المكان ده. بص بقى يا سيدي، الزمالك وعنده مشكله كبيره جدا هتاثر على شكل ذاته وسمعته اللي حاولنا الفتره الاخيره نصلحها من بعد اثار وبقايا المستشار مرتضى منصور. الزمالك بعد الدمار اللي سببه المستشار مرتضى منصور جه حسين لبيب بمجلسه، حاول يصلح ودافع كتير وحل ازمات كتيره الصراحه، ولهم شابوه كل الاحترام والتقدير. لكن النهارده انت بترجع تاني لنقطه الصفر بسبب مشاكلك الماديه. انا برضه ارجع اقول لك مستغرب مجلس رجال اعمال مش قادر يتخطى الازمه الماديه. فالزمالك دلوقتي عنده مشكله بسبب مستحقات شيكوبانزا، بسبب مستحقات اخوان الفينا، بسبب مستحقات عبد الحميد معالي. يا عبد الحميد معالي ده قصه كبيره لوحدها، يعني انت فاهم؟ لاعب صغير في السن، لاعب جاي بلد تانيه كمحترف، طبعا بلد غير بلده، معهوش اهله، معهوش فلوس، ودي فضيحه كبيره في حق مجلس اداره نادي الزمالك. لاعب مش هيكلفك اصلا في الشهر، مش هقول لك بقى في، مش هقول لك كمان مش في الشهر، مش هيكلفك $5000 انك تجيب له مرتب وانك تجيب له اكل وشرب. انت ما انتش قادر
توفرهم لاعب محترف او النهارده على غرار، مش غرار بقى بيسموها ازاي، في الطبيعي، هو في النورمال خالص، اللي هيحصل ما دفعتوش فلوسه، النادي هيشتريك، اللاعب هيشتريك، يرفع قضيه، يوقف لك المستحقات، يوقف لك الاقساط، انت داخل يناير في وضع صعب جدا، وانت مستني صفقه زي صفقه حامد حمدان في نص الملعب اللي اتكلمت قبل كده وشرحت واتكلمت مليون مره عن اهميه وجود حامد حمدان. فالزمالك النهارده وده اللي حصل فعلا، اتحاد طنجة اللي راجل جاي منه عبد الحميد معالي اشتكى نادي الزمالك، ودي مصيبه كبيره. النهارده بدايه شكوى في شكوى في شكوى في مساحات. طب انت اقول بس انتوا قاعدين بتهببوا ايه داخل المجلس؟ انت بتحل ايه؟ انت حاطط ايدك على خدك وتقول الارض، ما انا عارف ان الارض هتحل مليون، مش 100%، هتحل مليون في المية مشاكل الزمالك، بس في النهايه انت النهارده قاعد ما بتضيفليش جديد. ايه المنطق؟ انت المفروض تحل لي مشكلتي، تحل لي مستحقاتي، تحل لي كل حاجه، لكن انت النهارده قاعد ما بتقدمش جديد. طب ما تمشي، ما تمشي. ارجع اقول لك هي مش، هو في الاخر انت لما تمشي الزمالك مش هيبقى زي، عشان اقول لك بصراحه مش هيجي على الطريق الصحيح ومش هيعمل لك جديد، بس عشان يجي لي حد اللي جاي يبقى عارف ان لو ما قدمش يمشي هو كمان. الزمالك مش فرطه جو، الزمالك سمعته بقت تسوق وسط الانديه، اللعيبه ما بتاخدش فلوس، المدربين ما بياخدوش فلوس. ده كويس ان انت والله ورساله شكر لنكفي المدير الفني اللي بيسلف اللعيبه فلوس. الزمالك من سائل الاسف، وانا بصراحه مش قادر اقول لك حاجه تفرحك، والله انا اسف، لكن النهارده مع كثره عدم دفع مستحقات اللعيبه ومشاكل الناس زي بقى يظهر عندك اخبار فيك واخبار كذب كلها. انا هقولها لك، بص يا سيدي، النهارده الحوار كله على حسام عبد المجيد، وانا قلت لك قبل كده ان الاهلي عاوز حسام عبد المجيد، والاهلي بيخلص كل حاجه مع محمد السيد من مصدر موثوق. ففي لعيبه دايق عليها الكلام، حسام عبد المجيد، احمد حمدي، محمد السيد، ان الزمالك فشل في التجديد معاهم. الزمالك اصلا معهوش فلوس يقعد مع اللعيبه دي، يبقى منين فشل في التجديد؟ اذا كان اللعيبه نفسها واحد زي حسام عبد المجيد قدامه سنتين. والمناسبه انت عشان، واقولها لك مليون مره وهرجع، لو حصل عكس كده نتحمل المسؤوليه. الزمالك لازم يوفر في النفقات. يعني انت عندك لعيبه انت مش محتاجها او ما بتلعبش او انت مش شايفها اصلا مفيده، لكن خايف من غضب الجماهير. زي مين؟ زي محمد عواد. محمد عواد ايه المشكله لما يمشي ويتباع ويدخل لك فلوس وتخليك عندك نفقات تقدر تصرف على الفريق؟ واحد زي سيف الدين الجزيري، سيف جعفر، ناصر منسي، يقول لك عامل السوبر ده لب، مش سوبر حاجه ثانيه. مش هفضل زي قفشه كده قاعد تتكلم ما بضيفش جديد واسمي جبت القضيه. ممكن، طب هم حد بيضربوا على قفاهم وبيصدقوا الكلام الهبل ده؟ انت كجمهور واعي المفروض تغير سياستك شويه. يقول لي يعني الجمهور زيك زي، يقول لك الناس برضه عبيد الجون الواحد وعبيد اللقطه وعبيد الشهره وعبيد الغباء. لاعب جاب لك جون كسبك بطوله ما بيقدمش جديد، مع السلامه، اوفر نفقات، اكسب فلوس، احل مشكلتي. بقى خلاص اهو انا جايبهم عندي اللي انا شايفهم وجودهم غير مش هلك مرغوب او غير مفيد. ناصر ماهر، ناصر منسي، سيف الدين الجزيري، سيف جعفر، محمد عواد. من الاخر اللاعب اللي ليه بديل عندك مشيه، بديل مركز واثنين ثلاثه مشيه. انت الزمالك لازم توفر نفقات وتحل مشكلتك. المفروض النادي الجاي ده تبدا تسوق اللعيبه اللي عندك دي، حلو، لان الزمالك في موقف لا يحسد عليه، انا ما اتمنهوش لعلاد اعدائي. فالنهارده هتلاقي الناس طالعه طول ما الزمالك في ازمه ماليه هتلاقي انها هتقول لك ايه؟ عظمه الاهلي وميزانيه الاهلي طب ما انتوا كنتوا فين؟ ليه لما الزمالك حصل في ازمه طلعت انت كده من الكلام ده؟ طب ما كنت اعرف ميزانيتك قبل كده؟ ماليش دعوه، مش هتدخل في الحاجات دي، يمكن ما عنديش تفاصيل كتير ما بحبش افتي، لكن في النهايه خبر مهم جدا وعاوز اتكلم فيه شويه. ملعب اون اتكلم وقال ان طارق حامد عرض نفسه على نادي الزمالك الست شهور القادمه، انه يرجع نادي الزمالك الست شهور القادمه للاعتزال دون الحصول على اي راتب شخصي، للاعتزال في نهايه الموسم. تقول لي يا اونزي رايك؟ اقول لك انا شايف ده اختيار موفق جدا. ليه اختيار موفق جدا؟ هقول لك بص يا سيدي، اولا مش هيكلفك اعباء ماليه، ثانيا هيديك اريحيه في نص الملعب، ثانيا انت كسبت قائد مهم جدا داخل نادي الزمالك، فاهمني؟ تالت حاجه انا عاوز اجيب واحد يعتبر من ابناء نادي الزمالك، هو مش ابناء الزمالك طبعا لكن هو اهم من اهم واحد
من الجماعه اللي طالعين زي جمال عبد الحميد وزي وليد صلاح الدين وزي مش حاول عبد اللطيف اسف يحطها في نادي الزمالك. تقدر تكسب منه مدير كوره كويس، تقدر تكسب منه ان راجل لو يقدر يبقى في جهاز نيك فيرا ويحاول هو حلقه الوصل ما بينه زي ما كنت قبل كده في اهميه دور عبد الله السعيد. فالزمالك مهم جدا، لكن جون ادوارد لسه لحد اللحظه دي ما اداش الموافقه، سواء يعني ما اداش رايه سواء بالموافقه او رفض لحد دلوقتي. لكن كل الامور بتاكد رفض جون ادوارد وعوده طارق حامد. وهفهمك حاجه صغيره، كل تجربه لها فشلها، يعني لها مميزاتها ولها عيوبها، لها نسبه نجاح ونسبه فشل. في بعض القرارات ممكن تكون خاطئه من وجهه نظر مدير الكوره او مدير الرياضي زي جون ادوارد، وتكون صح من وجهه نظر الجمهور زي عوده طارق حامد اللي انا بتكلم عن اهميته. تمام. فبالنسبه لي طارق حامد عودته مهمه، لكن جون ادوارد لحد دلوقتي اعتقد رفض رجوعه. جون ادوارد بالنسبه لي بدا يكتب نهايته، مع اني بحبه جدا والله بسبب كل اللي عمله الزمالك، لان قبل كده قلت لك هو عمل الطبيعي ما عملش الاوفر يعني. لكن ان انت النهارده ترفض لاعب زي طارق حامد، انت بالنسبه للجمهور بتعمل عداوه، لان الجمهور اللي انا واحد منهم حتى كمان بنحب طارق حامد. راجل مش هيغير لك حاجه في الفريق، جه او ما جاش وانت مش هتكسب منه ولا تخسر، قصدي مش هتخسر منه حاجه، فاهمني؟ سواء جه او ما جاش انت مش خسران حاجه، لا هيدفع فلوس ولا هيعمل لك مشكله، وانت راجل برضه مدير كوره، مدير رياضي وماسك كل حاجه ومدير تعاقدات وعامل كل حاجه ويعتبر مسؤول عن الكوره. فبالنسبه لك ليه انا مش عايزك تخش في صدام مع الجمهور، لان الجمهور اللي بيحبك هو اللي ممكن بعد كده يطالب برحيلك، عشان تبقى عارف ان في عقد وعارف ان في موضوع كبير، لكن على الاقل هيبقى في عداوه بينك وبين الجمهور. فانا عاوزك في الكومنتات تقول لي رايك في موضوع، هل انت موافق على عوده طارق حامد او لا غير موافق على عوده طارق حامد. في النهايه وصلت معاك لنهايه الفيديو. لو عجبك كلامي اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبكش كلامي قول لي في الكومنتات رايك في دماغي محترم، واشوف حلقه جديده والسلام.